الحمد لله وحده نبع المكارم. أين يغترف أبناؤنا؟ أين يغترفون المكارم منه؟ أمن الشوارع أم في الحدائق أم في المقاهي أم في بيوت الله وفي مجالس العز مجالسكم؟ أين يغترف أبناؤنا المكارم إذا غاب الآباء؟ بعض الآباء يطرد الأبناء من مجلسه، أين يتربون؟ بعض الأبناء لا يستطيع أن يرافق والده لأنه حاد ألد صلد حازم، فيكره الأبناء اتباعه في مجالسه. أيها الآباء، المكارم التي نريد أبناءنا أن يرثوها وقد أتى الحبيب عليه الصلاة والسلام ليتممها، يأخذها الأبناء بأن يتلقونها منا كما تلقيناها من آبائنا. أيها الآباء، نحن درجة تأثير ودائرة تأثير ضعيفة مع وجود وسائل التواصل الحديثة، فادنوا من أبنائكم عسى أن يكونوا قرة عين.